نفسك لانه دين هترده. الشباب قاعدين على الشط في بعض الدول العربية، الا وام عجوزة ماشية كده مش عارفة حاجة في اي حاجة، والشباب بيسألوها يا ام انت رايحة فين؟ قالت لهم والله يا اولادي انا منتظرة ابني من الصبح، طارقني وقال لي خليكي قاعدة هنا لغاية اما ارجع لي. طب تعالي يا امي اقعدي معانا وكلي بس لغاية. ست كبيرة في السن يعني بتتحرك بالبطيء، الليل ليل ودخل عليهم الليل ولسه. يا ستي انت متأكدة انه قال لك هجيلك؟ والله يا ولادي قال لي هجيلك. قالت لهم حتى ساب معايا الورقة دي. فواحد منهم بيفتح الورقة لقى مكتوب فيها من وجد هذه المرأة فليذهب بها إلى دار العجزة أو في أي دار مسنين ويسلمها، في أي دار مسنين ويسلمها. لا إله إلا الله. هي دي آخرة التربية وآخرة الأمومة. وشوف الأم خايفة ومنتظرة ابنها هيجي. طب الشباب هيقولوا لها إيه؟ هيقول لها ابنك بيقول اللي يعيها وديها دار مسنين؟ مش هينفع. طب عايزين ياخدوها معاهم؟ تعالي يا ام بس. طب ان يجي بكره ندور عليه لغايه ما يشوفوا حل. هيشوفوا حل. الليل دخل والام لوحدها الوحيده. لا والله ما هتحرك من هنا الا لما ابني ما يجي. قعدوا يتحايلوا عليها برضك مفيش فايده. طب هنعمل ايه؟ يلا نمشي. بعد منتصف الليل يعني احد الشباب الجمال دول قال عايز، طب الست دي هتبقى قاعده لوحدها دلوقتي. راح متصل على الباقيين، ما تيجي نروح نشوفها يمكن في حاجه ولا نطمن عليه. ذهبوا الا وجدوا الاسعاف والام جثه هامده ماتت. فلما راحوا معاها المستشفى عشان يعرفوا ايه الموضوع، عرفوا ان ماتت بسبب الضغط ارتفع من كتر الحزن على ابنها. ضغطها ارتفع ماتت. يعني شوف كمان ميتة بتفكر في مين؟ في ابنها. مآسي